السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم وحلقة جديدة وسيكو اون فاير. النهاردة عندنا موضوعين نار نار. أولا عودة افتكاسات الغندور. يا صلاة النبي، عودة افتكاسات الغندور. والله العظيم كنت وحشنا يا كابتن. والله الفترة اللي فاتت دي ما تعرفش احنا كنا من غيرك عايشين ازاي. يعني بص، وحشتنا جدي. الموضوع التاني 3 صفقات نارية بفرمان من كولر. بس بص بقى يا معلم، قبل ما نبدأ لو ما اشتركتش في القناة تنزل حالا تشترك وتفعل زر الجرس علشان يوصلك كل جديد، وما تنساش بقى اللايك المتين علشان تدعم اخوك والقناة دي تكمل على خير ان شاء الله. اول موضوع في حلقتنا النهاردة عودة افتكاسات الغندور. سلام يا كابتن. كابتن سيف زاهر استضاف كابتن خالد الغندور امبارح واتكلموا كده في شوية حاجات، بس في حاجتين كده مهمين اتكلم فيهم كابتن خالد. اولا قال لك ضربة جزاء الاهلي في ماتش الجيش غير صحيحة. يا راجل غير صحيحة. طب بص يا كابتن، مبدئيا حارس الجيش ضرب اكرم توفيق وضرب برونو سافيو وضرب عبد القادر. انت عايز ايه تاني؟ يعني هو ضرب ال3 دول وحضرتك بتقول اصل ضربة الجزاء كان فيها، اصل ضربة الجزاء مش عارف ايه، اصل مش عارف مين. هو فيها يا كابتن؟ ده احنا على فكرة عاملين لحارس مرمى الجيش ده محضر اصلا من ساعتها. انت بتتكلم فيها يا كابتن؟ هو اي كلام وخلاص. طب اقول لك هي مش بينالتي. اقول لك امتى بقى تبقى بينالتي. كان فاضل بس حاجة بسيطة، حارس الجيش كان ياخد القايم يخلعه وينزل على دماغ برونو سافيو، وفي الحالة دي الحمد لله تبقى بينالتي علشان يعجب حضرتك. هو فيها كابتن؟ يعني لو انت يعني لسه راجع وبتاع وبقالك كتير ما طلعتش، اطلع قول كلام في محله، ما تقولش حله حله. يعني طب ازاي؟ طب نقي لقطة او حاجة معلهاش خلاف، في كذا حد معترض عليها، انما رايح على البينالتي اللي مصر كلها قالت عليه انه بينالتي، ويعني الراجل ضرب 3 وبطحهم في دماغهم، وزي ما قلت لك عملنا له محضر في الاسم، وجاي تقول اصل دي مش بينالتي. والله كتير يا كابتن، يعني كتير، واحنا يعني مش هنقدر نستحمل والله اكتر من كده. طب يا ترى يا كابتن يعني خلصنا بقى احنا كده افتكاسات يعني، ولا في افتكاسة تانية؟ لا ده انت بقى خد التقيلة. اجمد بص جايه من كوكب زحل، بص جايه كده من كوكب زحل، ترن نزلت واحنا قاعدين كل، يعني انا شخصيا سمعتها جالي زهايمر. الراجل عايز يثبت ان شعبيه نادي الزمالك في كل حته في العالم من المحيط الى الخليج. انا مش فاهم يا عم، على راسي والله نادي الزمالك نكلله كل الاحترام والتقدير وشعبيته كبيره، وفي الخليج زي ما انت بتقول، وفي مصر، في امريكا، في اوروبا وبتاع كل الكلام ده. بس بص بقى هو استشهد على الشعبيه دي ازاي. قال لك ايه بقى يا سيدي؟ في تيشيرت كده بتاع مشجعي كاس العالم. قال لك التيشيرت ده منظمين كاس العالم مستوحينه من تصميم تيشيرت نادي الزمالك في الخمسينات. يا راجل، يعني منظمين كاس العالم سابوا كل حاجة في الدنيا وسابوا كل حاجة في ايديهم وقعدوا يدوروا ورجعوا لسنة 50، جابوا تيشيرت نادي الزمالك العريق وقال لك احنا هنعمل تيشيرت المشجعين اقتداء بهذا التيشيرت. ايه يا عم الحاج؟ دي وسعت بقى، دي زي ما بقول لك جاية من زوحل. ايه يا عم اللي انت بتقوله ده؟ يعني ده مش كلام ده يا كابتن والله. طب اقول لك حاجة، مين اللي بيلعب تيشيرت ابيض في احمر في المونديال ده؟ بولندا وساعات اسبانيا. هقول لك رئيس الاتحاد البولندي لكرة القدم ورئيس الاتحاد الاسباني لكرة القدم قبل كاس العالم على طول اتصلوا بمرتضى منصور واستأذنوه ان هم هيلعبوا بالتيشيرت بتاع نادي الزمالك. هو فيها كابتن؟ يعني لو انت بقالك كتير ما ظهرتش وطالع عايز تصالح جماهير نادي الزمالك علشان هم زعلانين منك، وانت عارف ليه طبعا، ما تقولش بقى كلام اي كلام بقى. هو انت يعني فاكر جماهير نادي الزمالك دي مثلا ما فيش هنا خالص حاجه يعني؟ ها كابتن؟ ما انت قول كلام كويس، مش هنقول يعني كلام ملوش لازمه ونستخف بعقول الناس. يعني قول كلام كويس، ولا انت عايز تطلع ترند وخلاص باي حاجه؟
يعني يا تقول كلام كويس يا نخلينا بقى كده قاعدين ما نقولش اي حاجه. وربنا والله يصبرنا، يعني ربنا يصبرنا يا كابتن، وربنا يجازيك علينا كل خير ان شاء الله. طيب الموضوع التاني، 3 صفقات ناريه يا جماعه. معلش والله يعني انا يعني اتعصبت عشان دي حاجه والله تحرق الدم. 3 صفقات ناريه لنادي القرن. في 3 مراكز عاملين لكولر صداع. اولا السيرد باك، ده مركز عامل لكولر صداع. السيرد باك مركز رقم 8 في نص الملعب عشان نعوض السولية لو اتصاب او اي حاجة، ومركز ظهير ايسر علشان علي معلول. يعني دول 3 مراكز مهمين جدا وعلى طاولة كولر، وطالب يعني لعيبة بالاسم كده من كابتن خطيب، والمفروض ان كابتن خطيب اتحرك هو ومجلس الاداره علشان يخلص في اللعيبه دي. اول صفقه خد بقى دي واعتمد، يعني خد دي واعتمد مني ان شاء الله، يعني دي حاجه يعني ان شاء الله اكيده. في نص الملعب مركز رقم 8، تسمع عن لاعب اسمه مروان عطيه في نادي الاتحاد؟ ايوه هو مروان عطيه بتاع نادي الاتحاد ده اللي بيلعب في نص الملعب. لعيب بصراحة إمكانياته عالية، الراجل بيعرف يستلم تحت ضغط، رجله كويسة على الجول، بيعرف يعمل لينك بين نص الملعب وخط الهجوم، راجل رجله كويسة، راجل سريع، راجل إمكانياته كويسة. بصراحة هنبقى محتاجينه في نص الملعب في النادي الأهلي. كابتن خطيب مع كابتن محمد نصيحي المفروض ان هم عملوا اجتماع واتفقوا ان شاء الله الصفقة دي وممكن صفقة كمان تخلص لنادي الاهلي من نادي الاتحاد. طب ايه بقى يا سيدي الصفقة التانية دي؟ احمد عادل ميسي. احمد عادل ميسي عشان بس نبقى كلنا عارفين ده اصلا ابن نادي الزمالك، وعلى فكرة المفروض يعني هو الزمالك في اشد الاحتياج ليه في مركزه لانه بيلعب جناح ايسر، والمفروض ان هو محتاجه جدا. برضو كابتن خطيب المفروض ان هو بيخلص في اللاعب ده برضو مع نادي الاتحاد، يعني كده المفروض من نادي الاتحاد في يناير في صفقتين، احمد عادل ميسي ومروان عطية. بس المفروض اللي هي تعتبر خلصانة بنسبة كبيرة صفقة مروان عطية. احمد عادل ميسي لسه شوية كده وشوية كده ولسه يعني ايه ما خلصتش قوي، لان وخلي بالك برضو يعني العلاقات الطيبة اللي رجعت بين الاهلي والاتحاد ممكن تخلص في الصفقتين دول عادي خالص. طيب نيجي بقى للصفقة الثالثة، بديل معلول. نجيب له بديل منين ده يا جماعة؟ يعني الراجل بسم الله ما شاء الله عامل اللي عليه وزيادة، الراجل يعني من ساعة جilberto ما جالناش حد بالكواليتي ده. نجيب مين؟ نجيب مين بقى؟ انا قلت مين من شوية؟ من ساعة جilberto. تسمع عن لاعب اسمه توكارينو؟ اللاعب ده بيلعب في بيترو اتلتيكو ومنتخب انجولا وبيلعب ظهير ايسر، واللاعب ده جilberto بذات نفسه رشحه للنادي الاهلي، والمفروض ان الاهلي هيتحرك علشان يخلص فيه. اللاعب ده بص سريع، رجله مظبوطه على الجول، يعمل لك العرضيه زي كتاب ما قال بالسنتي، عايزها على دماغك على دماغك، عايزها على وش رجلك على وش رجلك، بص بالمسطره خط، يعني بص باك ليفت زي ما قال الكتاب، اللي هو فعلا تقول ان انا اقدر اعتمد عليه بعد معلول ان شاء الله. دول كده يا معلم 3 صفقات نارية بيخلص فيهم النادي الاهلي، وان شاء الله بنسبة كبيرة يخلصوا. زي ما قلت لكم في البداية ما تنساش الاشتراك، ولو الحلقة عجبتك ما تنساش احلى لايك علشان تدعم اخوك. اشوفكم على خير وحلقة جديدة. سلام.